حد فيكم سمع عن مرض غامض اسمه الفيبروميالجيا؟ المرض ده خطير جدا لان ملوش تشخيص وملوش علاج، والكارثه الاكبر ان ممكن تلاقي 90% من الناس اللي حوالينا عندهم اعراض المرض، منتشر بشكل مش طبيعي لدرجه ان الدكاتره بقت تستسهل وتيجي تشخص اي حد عنده الاعراض وتقول له انت عندك المرض ده. طيب ايه خطورته؟ هقول لك ايه خطورته. خطورته انك لما تيجي تعمل الفحوصات بتاعته تطلع سليم 100% وما عندكش اي حاجه، والمحيطين بالشخص المريض يبتدوا يقولوا له انت بتتدلع، انت ما عندكش حاجه، وخلوا بالكم المرض ده اساسه نفسي. فتخيل بقى حاجه زي دي ممكن توصله لفين؟ توصله لسكه الانتحار. عشان نناقش المرض ده باستفاضه معانا الدكتوره ياسمين حسن، استشاري العلاج الطبيعي والتغذيه العلاجيه. اهلا بيك يا دكتوره. اهلا حضرتك. عاوزه حضرتك تقولي لي ايه حكايه المرض ده وايه اعراضه؟ هو الفايبروميالجيا ده اللي هو التهاب وتورم العضلات الليفي. ده عباره عن متلازمه او مجموعه من الاعراض بتصيب يعني نقول نسبه اكبر من السيدات. المشكله ان هو ملوش تشخيص محدد، هي مجموعه كرايتيريا كده احنا بنمشي عليها سيستمك ومجموعه تحاليل وفحوصات بنعملها علشان نقدر نقول الشخص ده عنده فايبروميالجيا ولا لا. بس قبل كده طبعا المريض بيكون لف وتعب علشان هو مش فاهم او مش عارف هو عنده ايه اصلا. ومشكلته ان اعراضه مختلفه، يعني ملوش عرض محدد، هو ليه اعراض كتير، قد تكون عضلات، التهابات، قد تكون قولون، قد يكون صداع، قد يكون الم في المفاصل، الم صداع مثلا رقبته بتوجعه، ظهره بتوجعه، ركبه بتوجعه، ملوش اعراض محدده. دي الناس كلها كده يا دكتور؟ ما هي الناس كلها كده، ما هي دي مشكلته بقى في التشخيص، ان يا اما بيتشخص غلط يا اما زي ما نقول الدكاتره بتكسل، فاي حد عنده وجع تقول له انت عندك فايبروميالجيا. فلا هم بيفحصوا بطريقه سليمه، ولا هم يعني ايه ممكن يشخصوا صح ويوجهوا صح. طيب المرض ده نفسي يا دكتوره، يعني اي حد مريض يعني اللي حواليه مش بيصدقوا، يقولوا انت بتتدلع، انت ما عندكش حاجه، هو مش بتأثر عليه نفسيا؟ هقول لك انا، هو مش مرض نفسي، ولكن المحفز ليه هو العامل النفسي. يعني هو ممكن زي مثلا امراض الروماتيزم، ممكن يكون انسان عايش كويس جدا عنده تاريخ مرضي مثلا وزعل فظهر عليه المرض، يعني بيجي بعد صدمه نفسيه. يعني هنقول بصوره كبيره مش علشان هو مرض نفسي، علشان الصدمه النفسيه دي بتؤدي لانخفاض في المناعه وتغير في كيمياء وهرمونات الجسم، فيعني ايه بتخلي الانسان اكثر عرضه ان هو يصاب بالامراض بصفه عامه. هي عموما الصدمه النفسيه بتجيب كل الامراض. وعلى فكره هي مش صدمه نفسيه فقط، هو الجسم بيتعامل مع اي صدمه كالعقل الباطن، يعني ممكن مثلا يكون حد دخل عمل عمليه، هو ما خدش صدمه نفسيه مثلا، لكن الجسم تعامل مع العمليه على انه تروما، دي صدمه. انا دخلت ونزفت ويعني وبنج يعني فاهمه ازاي؟ أيوة. فممكن ده يعتبر الجسم يفتكره صدمه. طيب المريض يروح لكام دكتور بقى عشان يقدر يعرف الحالات اللي عنده دي ايه؟ هو كم تخصص يروح له؟ التعامل، اقول لك انا، التعامل مع المريض ده لازم يكون عن فريق كامل. يبتدي من اول الدكتور اللي هو تخصص الامراض الروماتيزميه، دكتور النفسيه والعصبيه، اخصائي العلاج الطبيعي، والاخصائي النفسي. لا ده كده عايز مستشفى يا دكتور. ما هو ده مش عايز دكتور، كل الفريق يبقى متعاون مع بعض، وده يعني بنحاول ان احنا نوصل له فعلا في المؤتمرات، وبنحاول ان احنا نزود الوعي بالموضوع ده ونوجه حتى المريض لو الدكتور ما وجهوش، لان في للاسف بعض الدكاتره مش مقتنعين بيه برضه، بيقولوا كده اللي هو لا دي حاله نفسيه، وللاسف يقولوا للست قدام زوجها دي بتتدلع، ده ما فيهاش حاجه. فللاسف لازم الدكتور يوجه المريض يعمل ايه، يروح فين. طب يعمل فيه ايه المريض؟ يروح. طب المريض يعمل ايه يا دكتور؟ المريض يعمل ايه؟ لازم ان هو يتقبل طبعا، يعني هو مرض مزمن زي الضغط زي السكر، لازم يعرف يتعايش معاه. يعني يعني هنقول من محفزات كمان الالتهاب. هو على فكره بيبقى فيه اوقات من الفلير يحصل فيه التهاب شديد قوي، ووقت المريض يكون عايش فيه كويس جدا يعني بصوره طبيعيه. طيب هو ليه علاج يا دكتوره؟ يعني المرض ده ليه علاج؟ ليه علاجات بتسيطر عليه.
لكن مش بيخس بنسبه 100%، لكن يقدر يتعايش بطريقه طبيعيه زي الضغط والسكر. تلاقي المريض متعايش معاه وظابط سكره وظابط ضغطه وماشي كويس. بس الدواء الضغط والسكر بيظبط الضغط والسكر، لكن هل العلاج ده هيظبط؟ معاه عوامل، بيظبط عوامل الالتهاب وبيظبط عوامل الالم وبيظبط عوامل التليف. فلازم برضو هو يعرف يتعايش مع المرض اللي معاه. يعني كل واحد عارف الحاجه اللي بتسبب له اللي هو زي ما نقول اوقات الفلير بتاعه المرض. واحد قله النوم بتسبب له المشكله، واحد الحاله النفسيه بتسبب له المشكله، واحد لو حد اكل اكله ثقيله فيها دهون وبوظت له القولون يحصل له المشكله دي. فلا، كل واحد يتعامل مع المرض بتاعه يبقى عارف ايه اللي بيحفز عوامل الالتهاب اللي بتؤدي للالام الشديده دي. طيب فكرة الدكاترة اللي بتستسهل وتوصف المرض ده لأي حد؟ لا هو يعني المفروض ان الدكتور لو ما كانش عارف يحط تشخيص مظبوط او متاكد وواثق منه يستعين بالفريق، يستعين بباقي الفريق. يعني مش عيب ان هو يحوله لدكتور زميل، مش عيب ان هو يعني ياجل حتى التشخيص للجلسه القادمه او مثلا الاستشاره القادمه، يكون استشار زمايله، يعمل مزيد من التحاليل والفحوصات عشان يتاكد، لكن ما يستسهلش. في مرضى كتير جدا بيجوا يقولوا لنا انا اتشخصت مثلا روماتويد، هو مش مريض روماتويد، هو مثلا مريض فايبروميالجيا. وفي العكس تماما، مريض فايبروميالجيا يعني او مريضه روماتويد حقيقي تكون بتاخد ادويه، الدكتور يستسهل معاها ويقول لها لا انت بتدلعي مفيش حاجه، وهي تكون محتاجه العلاج بتاع الروماتويد. ده كل لان دكتور، اعراض متشابهه كتير. كل دكتور لو اداله ادويه بالتخصص بتاعه يعني هيبقى هياخد ادويه كتير جدا. لا ما في ادويه الفريق بيتفق عليها، يعني بنحاول نقلل الجرعات، ومش الجرعات دي بيمشي عليها على طول، ليها اوقات يعني بياخدها لفتره معينه وبعد كده بياخدها لفتره معينه. بياخدها لفتره مش على معينه طول يعني. لا مش على طول، يعني مش زي دواء الضغط والسكر والحاجات دي. حسب ما هو دواء الضغط في ناس بتاخد انسولين وبعد ما السكر بيظبط تنزل لاقراص، وبعد ما الدنيا تظبط بيعيش حياته الطبيعي. ده الناس الملتزمه يعني 70 في المرضى على فكره، حتى امراض السكر والضغط بنقول ان المريض لما بيلتزم ممكن بنسبه 70% ان هو يعيش من غير ادويه. طب والمرض ده يا دكتوره بيحتاج ان الواحد يبقى مش ما يتخنش، بيخس، بياكل اكل معين، بيبقى نظامه ازاي؟ هو من الحاجات الاساسيه كمان في علاج المرض ده ان نقول اخصائي العلاج الطبيعي معاه كمان اخصائي التغذيه العلاجيه. في اكلات او نوعيات من الطعام بتزود الالتهابات، دي لازم يبعد عنها. حاجات من الطعام بتزود الحساسيه، من مسببات الحساسيه تزود التورم وتزود الالتهاب، نبعد عنها. لازم معاها تغذيه علاجيه، ولازم معاها يعني هنقول مش رياضه عنيفه، هي ممنوع عن المرضى دي الرياضه العنيفه، لكن لازم نسبه من الحركه. الرياضات الخفيفه زي الايروبكس زي السباحه، حتى المشي مثلا لمده 15-20 دقيقه يوميا مهم جدا. بشكرك شكرا جزيلا دكتوره ياسمين. خلونا نروح لفاصل ونرجع لكم مره ثانيه. ورجعنا لكم مرة تانية، وزي ما نوهت في بداية الحلقة ان القضية اللي معانا النهاردة قضية خطيرة جدا، يكفيني اقولك انها بتهدد مستقبلك